طيب ماذا أعطاه الله في الدنيا؟ أعطاه الله جل وعلا في الدنيا في جسمه ما لم يعط غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بخصائص في جسمه ليست لغيره. أولا يسمع ما لا يسمع غيره، يسمع ما لا يسمع غيره، ويبصر ما لا يبصر غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطت السماء، واقف على الأرض ويسمع صوت أطيط السماء، يسمع تسبيح الملائكة فوق السماء. يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، وهو ينظر ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، هو كذلك حتى تقوم الساعة. هو على الأرض ويبصر الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في صلاة الكسوف وقد اجتمع الناس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الله أكبر، وإذا به يتقدم ويمد يده ثم يرجع حتى يضرب في الصف، ثم يرجع مكانه ويتمم الصلاة. فلما سلم منها قال الصحابة الكرام: يا رسول الله، لقد رأيناك فعلت في صلاتك هذه ما لم تكن تفعله من قبل. قال: وما ذاك؟ قالوا: تقدمت ومددت بسطت يدك ثم رجعت حتى ضربت في الصف ثم رجعت مكانك. قال: نعم، صورت لي الجنة فأردت أن آخذ من ثمرها لكم ثمرة، فصورت لي النار فخفت منها فأذهبهم الله فرجعت مكاني. لم يرى أحد ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عطاء. أيضا من العطاء الذي يعطي له أنه يرى من خلفه كما يرى من أمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمام. ولذلك لا يلتفت صلى الله عليه وسلم البتة. لما جاء سراقة ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فوالله ما التفت رسول الله، ولكن أبو بكر كان يلتفت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه من الخلف، يرى من خلفه كما يرى من أمام. أيضا كل عرقه من أطيب الطيب، ما يخرج منه من عرق في الدنيا أطيب من ريح المسك. كان النساء في المدينة يسلتون عرق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذونه فيجعلونه في طيبهم يطيبون به الطيب عليه الصلاة والسلام. يده كانت أبرد من الثلج، ما وضعت على مريض إلا وشفي. أصبعه ما أشار على مريض إلا وشفي. مسح رأس أقرع فنبت شعر، مسح عين أبي قتادة فرجعت مكانها كأحسن ما يكون. تفل في عين علي بن أبي طالب فذهب الرمد وأصبحت عينه التي كانت رمدة أقوى من الأخرى. مسح بيده على محمد بن مسلمة بعد الجرح الذي حصل له فبرئ. وهكذا خصائص في جسده أعطيها صلى الله عليه وسلم. أيضا ما وقف معه أحد إلا طاله. أطول الناس لو يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرسول أطول منه صلى الله عليه وسلم. ما مشى مع أحد إلا سبقه. كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب. يقول بعض الصحابة: والله إنا لنمشي مع رسول الله وإنا لنجري والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي عاد، كأنما ينحط من صبب مرتفع. هذا كله في جسده. أعطي قوة 40 رجل في جسده. كان أقوى الناس، لا يصرع عليه الصلاة والسلام، لا يخاف البتة. أعطي شجاعة لم يعطها أحد. سمع أهل المدينة وجبة صوت قريب من المدينة فخاف الناس وذعروا وأغلقوا أبوابهم عليهم، ومنهم من خرج. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب على فرس للزبير وتوجه نحو الصوت ثم رجع يقول: لن تراعوا لن تراعوا. مشى وحده وصل إلى مكان الصوت، علم أنه شيء عادي فرجع يؤمن الناس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وتطايرت الرؤوس لا يكون أقرب للعدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتترس به، أي نجعله كالترس من شدة شجاعته صلى الله عليه وسلم. هذه عطاءات، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطي الخلق العظيم الذي وسع به الأعداء. يأتيه عدو من أعدائه يسبه ويتبسم،
جاءت أم جميل والنبي في المسجد مسند ظهره إلى الكعبة، فقالت مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر، التفت إليه نظر إليه قال يا أبا بكر أما سمعت ما تقول قريش؟ إنهم يذمون مذمما وأنا محمد فقد دفع الله عني ذمهم.